مصر دايما يعني ازاي نعمل لعيب محترف يخرج من مصر يمر بمرحله واثنين وثلاثه واربعه زي ما انت عملت من غير ما يرجع. معظم اللعيبه المصريين تخرج وتزهق او ما تقدرش تتعايش مع بره وترجع. وهل محتاجين اكاديميات اكثر؟ لان معظم اللعيبه في مصر بتخرج لعيبه من الشارع وبيكتشفهم كشافين زي ما طول عمرها ماشيه في مصر. هل اللعيب اللي بيخرج من الشارع اللي هو بيكون همه ان هو يلعب في اهلي او زمالك قادر يحترف بره ويخطي بخطوات كبيره زي ما انت خطيتها؟ شكرا. الأول أنا بشوفها إنها بترجع في الأول وفي الآخر للاعب. إحنا ثقافتنا مختلفة عنهم، يعني إحنا طالعين من غير لغة، الفكر نفسه بتاعنا مختلف عنهم. عشان كده بعد تقريبا كل الناس اللي بترجع بعد أول سنة أو سنتين، لأن هو بيبقى أول سنة أو سنتين هو رايح فاكر إن هو هيروح يلعب أساسي نجم الفرقة، خلاص هو ماشي من أهلي أو الزمالك أو أيا كان يعني. ماشي هو فاكر ان هو رايح هناك خلاص النجوميه والفلوس والعلم، لكن الموضوع ما بيبقاش كده خالص. يعني مش بتكلم عن حد ان انا بنتقده، لكن ده حقيقي. احنا بنخرج، انت بتلعب رايح على واحد بيلعب هناك من 4-5 سنين، فطبيعي انك بتلعب في اول سنه بالشكل اللي انت متوقعه. فاول ما بيبدا يقعد احتياطي يبدا اول حاجه بيفكر فيها اهلي او زمالك، او بالنسبه له البيت نفسه اهله. انا خلاص انا متغرب، انا ما بلعبش، مش مبسوط. يبدا الاهل الزمالك يكلموه في فلوس كويسه بتندفع، بيرجع بقى يفكر في شهره هناك في مصر. انا الكابتن راح الكابتن جه، العربيه الموزه، فخلاص الموضوع الموضوع بشكل كبير.